ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، وبما اننا بقى على الصبح كده فاحنا حابين نتكلم عن الرياضة. وطبعا انتوا عارفين ان الرياضة مهمة جدا للجسم، وبما ان الرياضة مهمة جدا للجسم وفي ناس كتيرة ما بتلاقيش الوقت المناسب ان هي تلعب رياضة، وبيبقى العائق الكبير انه انا محتاج انزل واروح جيم، ودي قصة كبيرة. لكن في حاجات بسيطة جدا ممكن تعملها مش هتاخد من وقتك حاجة، صح ولا ايه؟ صح طبعا. صباح الفل يا عمرو. صباح النور. انا ايه الاخبار؟ الحمد لله كويسه. معانا طبعا مدرب اللياقه البدنيه عمرو عبد الكريم. ازيك يا عمور؟ الحمد لله تمام. ايه الاخبار؟ اهلا وسهلا. الحمد لله ربنا يخليك. طبعا احنا بما ان موضوعنا عن الرياضه فاحنا محتاجين مختص، ومش هنلاقي مختص اكتر منك يفيدنا بالمعلومات دي. وانا عنيا باذن الله. اكيد. طيب انا عندي سؤالي الاول قبل ما تبدا اسئلتك. تمام. الناس اللي بتصوم وبتقول انا مش هاكل علشان خاطر اخس، هل الصيام فعلا بيخسس ولا ده ملهوش علاقه؟ في اكتر من نظام صيام، يعني في نظام الصيام الاسلامي بتاعنا عادي، وفي صيام اللي هو صيام متقطع، وفي اللي هو قصدك بقى الصيام اللي هو ما بياكلش اصلا او مش على دايت قاسي او ما بياكلش خالص او رجيم قاسي. طبعا لو هو عامل دايت قاسي وما بياكلش فده حاجه غلط جدا، وهو دي بيرتكب اكبر غلطه في حق نفسه، لان هو دلوقتي مش هدفه ان هو يخس ميزان على قد ما هدفه ان هو يظبط شكل جسمه. فطالما عايز يظبط شكل جسمي يبقى انا المفروض اهتم بحته العضلات والدهون. فطبعا الدايت القاسي ده انت ما بتاكلش او ما بتدخلش اي احتياجات جسمك، فبالتالي اللي هيحصل ان انت هتفقد كبير جدا من العضلات، هتفقد ميه، هتفقد فيتامينات، معادن، فده هيعمل لك مشاكل بعد كده. غير ان انت اول ما توقف الدايت القاسي ده هتلاقي نفسك رجعت تاني اكتر من الاول، وهيحصل طبعا فقدان كبير جدا في الفيتامينات والمعادن، وهيحصل ترهلات. فالهدف بتاعي دايما اهتم بحته ان انا ادخل احتياجات جسمي كامله، سواء من البروتين، من الكربوهيدرات، من الدهون الصحيه، الفيتامينات، المعادن، بحيث ان انا اظبط اللايف ستايل بتاعي. يعني الاخطاء دي اوريدي فعلا في ناس كتير جدا بتقع فيها، ان هي بتبقى معتقده يا جماعه مزبوط. ان هي علشان خاطر صايمه تماما عن الاكل وعن الشرب يبقى هي كده بتخس، لكن ده طبعا بيؤدي الى عوائق صحيه وجسديه، وهيرجع تاني اكتر من الاول. ده طبعا غير ان هو يفقد كم من العضلات والفيتامينات والمعادن، ودي هتعمل له مشاكل تانيه سواء بقى في البشره، سواء في الشعر، سواء في المناعه. فطبعا ده احنا مش ده الهدف بتاعنا. الهدف بتاعنا ان احنا نظبط شكل جسمنا، يبقى نهتم بحته ان احنا ندخل كل احتياجات جسمنا من اكل هيلسي، وده هيخلينا نخس دهون ونزيد عضلات، وهتبقى صحتنا في حاله كويسه. طب احنا عاوزين